السلام عليكم. طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، هنبدأ نحل مع بعض كتاب الامتحان، وهننزل كل باب بأمر الله في قوائم تشغيل، يعني قائمة تشغيل الباب الأول، قائمة تشغيل الباب الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا لحد ما نخلص كل الكتاب بأمر الله. طيب هنبدأ بباب إيه؟ هنبدأ بالباب الثاني اللي هو التحليل الكيميائي أو الكيمياء التحليلية. أول درس معانا في التحليل الكيميائي هنحل فيه مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف كلها، وبعد كده مجموعة حمض الكبريتيك المركز، وبعد كده مجموعة كلوريد الباريوم. يبقى هنعمل 3 فيديو للباب الدرس الأولاني. طيب أول درس معايا بيتكلم من البداية لحد ما قبل الكشف عن الكاتيونات، اللي هو إحنا هنبدأ في الجزء بتاعنا من الأول خالص لحد ما نخلص مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف. طيب بيبدأ معايا أول سؤال، وبيقول لك التحليل الكيميائي. كل مما يلي يعبر عن الكيمياء التحليلية ما عدا. ترتبط الكيمياء التحليلية ارتباطا وثيقا بالصناعة طبعا، لأن هو بيعرفنا جودة المنتجات، وبيعرفنا المنتجات الصالحة للاستخدام وهكذا. طيب تاني حاجة بيقول لك من مهام الكيمياء التحليلية تعيين الصيغة الكيميائية لمركب مجهول. أكيد التعريف بتاعها في الكيمياء التحليلية بيعرفنا بنجري التحليل الوصفي والتحليل الكيميائي الكمي علشان بنوصل بالتركيب بتاعنا للصيغة الجزيئية للملح اللي معانا. يجرى التحليل الكمي قبل التحليل الكيفي. الإجابة دي غلط. ليه؟ لأن احنا عشان نعرف نسبة كل مكون من مكونات المادة أو التركيز أو الحجم بتاعها، المفروض نعرف المكونات بتاعتنا إيه أصلا. يبقى الإجابة بتاعتنا في السؤال الأولاني ج، لأن هو هنا بيقول لنا ما عدا. طيب تعالى نكمل الإجابات بتاعتنا ونشوف هو هيبقى إجابة صح ولا لأ. من مهام التحليل الكمي معرفة نسبة العناصر الداخلة في تركيب السبائك، ده أكيد. يبقى الإجابة بتاعتي في السؤال الأولاني هي ج. السؤال الثاني بيقول لك ترتبط الكيمياء التحليلية بالعديد من الفروع. خلي بالك الكيمياء عامة من العلوم اللي ما بتنفصلش عن العلوم التانية أو العلوم الأخرى، وخصوصا العلوم الطبيعية. طيب كان في عندنا في أولى ثانوي بيقول لك إن الكيمياء مركز العلوم. إذا بترتبط مع الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا والفلك وكل الحاجات دي كلها. الكيمياء ما بتنفصلش عنها، وأي فرع من فروع الكيمياء عندنا ما بينفصلش عن العلوم التانية أو الفروع التانية من العلم، لأنهم بيكملوا بعض. طيب الكيمياء هترتبط مع الفيزياء والبيولوجي فقط؟ لا، لو في حاجة أكتر من كده أوكي. جيولوجيا وعلم معادن؟ لا برضو، لأنها بترتبط بكل العلوم الخاصة بالمادة. فيزياء وعلم المعادن لا. تعالى بص كده، فيزياء، بيولوجي، جيولوجيا، علم المعادن. اه يبقى الإجابة بتاعتنا هنا دي أشمل من باقي الإجابات. إذا الإجابة بتاعتنا في رقم 2 هتكون الإجابة دي. طيب السؤال الثالث بيقول يهدف التحليل الكيفي إلى كل مما يأتي. خلي بالك التحليل الكيفي أو النوعي بيعرفنا إيه؟ بيعرفك نوع المادة، وبيعرفك نوع المادة دي يعني هي ملح بسيط أو مخلوط، وبيعرفنا المادة بتاعتنا دي هل هو المركب اللي معايا ده عضوي أم غير عضوي. بيعرفك نسب أو بيحدد لك العناصر الموجودة معايا. طيب تعالوا نقرا كده واحدة واحدة. بيقول لك إثبات ما إذا كان منشأ العينة المجهول عضوي أو غير عضوي. أكيد هو بيعرفني إن المادة دي عضوية أو غير عضوية. تحديد العناصر او الايونات الموجوده في الماده. خلي بالك هو هنا بيحدد، مش بيقول لك انا هحدد تركيز او كميه او كتله او اي حاجه من الحاجات دي. لا، ده هو جاست هيعرفك العناصر او الايونات الموجوده في العينه. تاني حاجه تعيين تركيز المركب المكون للعينه المجهوله المختص بتركيز او كتله او حجم او نسبه، هو التحليل الكمي. إذا الإجابة بتاعتنا في رقم 3 هيكون ج. طيب تعالى بص بقى معايا، بيقول لك تحديد المجموعة الوظيفية الموجودة في العينة. بدل قال لنا مجموعة وظيفية، يبقى هو هنا بيتكلم عن مادة عضوية. والمادة العضوية علشان أقدر أحدد هي مين بالظبط، هي هيدروكربونات، هي مشتقات هيدروكربونات، هي كحولات، هي فيولات، هي أحماض، هي استرات. أنا محتاج أعرف فيها المجموعة الوظيفية بتاعتها. طب أنا بعرف الكلام ده عن طريق إيه؟ عن طريق التحليل الكيفي.
اذا برضو من ضمن استخدامات التحليل الكيفي بتاعنا الاجابه ده الصح. لكن لما باجي اعين تركيز او حجم او كتله او نسبه، كده انا بتكلم في التحليل الكيميائي الكمي مش الكيفي. طيب السؤال 4 دي من الأسئلة المهمة، وركز مع بعض فيه لو سمحتوا، مهم جدا. بيقول لك يمكن التعرف على عينة نقية. ركز، عينة نقية من ايه؟ هو هنا فرض لنا ان الملح اللي عايز يشتغل عليه ملح كربونات الصوديوم، وبيقول لنا عينة نقية. انا لما باجي اعرف ان المادة اللي معايا دي نقية او لا، بعرف من ثوابتها الفيزيائية. زي ايه؟ زي درجة الغليان لو المادة دي كانت عبارة عن محلول. طيب بعرفها برضو من درجة الانصهار لو المادة دي مادة صلبة. يبقى درجة الانصهار والغليان بتاعتي هي اللي بتعرف لي نوع المادة أو نوع العينة بتاعتي نقية أو لا. الذوبان في المية مش هيحدد لي بالظبط هي المادة دي نقية أو لا، يبقى الإجابة في أول حاجة غلط. الحالة الفيزيائية برضو مش هتفرق معايا من حيث نقائها. درجة الانصهار والغليان خلي بالك السؤال ده مهم، وجاي أسئلة عليه بالشكل ده كتير جدا في الكتب الخارجية، ونازل برضو على بنك المعرفة وموقع الوزارة في السؤال 4. يبقى أنا لما أجي أعرف إن المادة بتاعتنا دي نقية، بعرفها من ثوابتها الفيزيائية اللي هم أكتر حاجة درجة الانصهار ودرجة الغليان، وخلي بالك معاك درجة التجمد كمان. درجة الانصهار دي لو معايا ملح صلب، درجة الغليان لو معايا مادة دي عبارة عن مادة سائلة أو محلول. يبقى الإجابة بتاعتي في السؤال 4 هي ج. طيب السؤال اللي بعد كده هنخش على مجموعة أنيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف. عند تفاعل محلول ملح إكس مع محلول ملح واي لا يتكون راسب أبيض إلا بعد التسخين. ركز، أنا ما عنديش في أنيونات محلول حمض الكبريتيك حمض الهيدروكلوريك المخفف راسب أبيض بعد التسخين إلا شق البيكربونات اللي هو HCO3. وخلي بالك بيقول لك محلول ومحلول، يبقى هو هنا بيتكلم معاك عن تجربة تأكيدية. الكلام بيفرق أو الألفاظ بتاعتنا بتفرق. بدل قال لك محلول يبقى هو كده بيتكلم في تجربة تأكيدية وما بيكونش راسب أبيض إلا بعد التسخين. يبقى أنت كده معاك الشق ده بيكربونات. ما أنيون الملح إكس وما كاتيون الملح واي. أنيون الملح إكس بالنسبة لي هيبقى أي حاجة فيها بيكربونات. طيب إكس هتبقى كربونات؟ لا، لأن الملح بتاع الكربونات بتاعي بيكون راسب أبيض على البارد عادي. إكس كبريتيد، كل الكبريتيدات أسود، كل أملاح الكبريتيد أسود. اس او 4 ما بنكشفش عنها باستخدام الحمض الهيدروكلوريك المخفف، فمش هتنفع معايا ده. تعالوا نشوف جيم. بيقول لك اول حاجه ملح او الانيون بتاعنا اكس هيبقى فيه بيكربونات، صح. طيب امتى بقى انا بضيف عليه واي؟ هي واي دي مين؟ هي واي دي بالنسبه لي هتبقى كبريتات المغنيسيوم MgSO4، وهو عايز الشق الموجب اللي في الكاتيون ده او في الملح ده، يبقى انا كده بتكلم في المغنيسيوم. اذا المغنيسيوم لما بنضيفه على البيكربونات بيكون لنا بيكربونات المغنيسيوم، لما بنسخنها بيدينا الملح الصلب او الراسب الابيض من كربونات المغنيسيوم. طيب 6. انيون الملح الناتج عن امرار غاز ثاني اكسيد الكربون. نركز في السؤال 6 ده، ولو سمحتوا ركزوا جامد عليه، مهم جدا جدا جدا. شفته في كتاب المندليف وشفته في كتاب التفوق، واهو موجود معانا في كتاب الايه، الامتحان. لو سمحتوا ركزوا. بيقول لك انيون الملح الناتج من امرار غاز ثاني اكسيد الكربون في ماء الجير الرائق لمدة طويلة يمكن الكشف عنه. خلي بالك الملح الناتج بعد امرار فترة طويلة من امرار ثاني اكسيد الكربون على مية الجير الرائق. المعادلة دي هتتقسم على خطوتين. هنكتب المعادلة بتاعتنا لفترة قصيرة الأول وبعد كده لفترة طويلة. أول حاجة إحنا هنمرر ثاني أكسيد الكربون على ماء الجير الرائق اللي هي CaOH باي 2 زائد CO2. خلي بالك ال CO2 بتاعنا بيكون غاز، والماء الجير الرائق بيكون إيه؟ أكوا سوليوشن. ده لشورت تايم. إيه اللي بيحصل؟ بتتكون معانا كربونات الكالسيوم اللي هي CaCO3
ودي بتكون سوليد. وده الراسب الابيض اللي هو بيكون لنا الماده اللي بتعكر او المتعكره او الماده اللي بتدينا رواسب كده، زائد H2O، وبتكون ليكويد. ده لشورت تايم. طب ايه اللي بيحصل لو سيبناهم لفتره طويله؟ قال لك كربونات الكالسيوم دي اللي هي CaCO3 بتبقى سوليد، بتبدأ تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون اللي بالفعل موجود معانا في الإناء، وبوجود المية برضو اللي هي الليكويد H2O ليكويد، بترجع يكون لفترة طويلة كربونات أو بيكربونات الكالسيوم اللي هي CaOH، عفوا CaHCO3، هتبقى HCO3 باي 2، ودي بتكون أكوس. تمام. من المعادلة واحد ومن المعادلة اتنين أنا محتاج معادلة واحدة بس، اللي هي هاخد خط وهبدأ أطير اللي مع المتفاعلات في معادلة مع النواتج في معادلة أخرى. يعني ال CaCO3 هتطير مع ال CaCO3، المية اللي موجودة معايا هنا هتطير مع المية اللي موجودة معايا هنا. إذا باقي المعادلة هيبقى معايا إيه؟ هيبقى معايا CaOH باي 2 زائد، ادي معايا CO2 ومعايا CO2 هنا كمان، زائد 2 CO2 هيدينا CaHCO3 باي 2، ودي بتكون اكوس. وخلي بالك ده غاز وده اكوس برضو. طيب، اللي هي المادة اللي بيحكي عنها اللي هي CaH CO3 باي 2 بتكون aqueous solution، عايز يتكلم عنها. خلي بالك المعادلة دي من المعادلات المهمة، واللي ممكن يجي لك السؤال بصيغة تانية يقول لك ايه اللي هيحصل لو مررنا 2 مول من ثاني اكسيد الكربون على ماء الجير الرائق بتتكون نقط او المادة اكس. ما عندكش معادلة في المنهج غير المعادلة دي اللي بيبقى فيها 2 ثاني اكسيد الكربون بنمرره على ماء الجير الرائق اللي هو الجير المطفأ اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم، بيدينا بيكربونات الكالسيوم، بتكون اكوا سوليوشن. هو بقى عايز ايه بقى؟ انيون الملح اللي هو بيتكلم معانا هنا في الجزء ده اللي هو مين يا مس؟ البيكربونات. مالها البيكربونات؟ محلول بيبقى يمكن الكشف عنه باستخدام محلول كبريتات المغنيسيوم على البارد. على البارد يبقى انا قصدي الكربونات، لكن هو هنا معايا البيكربونات، والكربونات بتحتاج تتسخن عشان تتحول مرة تانية. هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم لما هيجي يتفاعل معاها هيكون الاتنين محاليل ومش هيحصل لهم حاجة. كبريتات المغنيسيوم بعد التسخين، لما هاجي اكشف عن البيكربونات هضيف لها كبريتات المغنيسيوم MgSO4 بتكون اكوس، فهيتكون معايا MgHCO3 باي 2. الست دي هتتفكك بعد التسخين وتكون لنا كبريتات الكربونات المغنيسيوم اللي هي MgCO3، ودي اللي بيكون الراسب بتاعنا اللي احنا بندور عليه. يبقى في الإجابة في السؤال 6 هتبقى الإجابة بتاعتنا دي. طيب نكمل. 7، يمكن التمييز بين كبريتات كربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم باستخدام. أول حاجة كربونات الصوديوم بتشتق من الكربونات، والكربونات بتاعتنا دي بتكون مشتقة من حمض ضعيف الكربون. يبقى أنا معايا هنا Na2CO3، معايا هنا NaCl. لو أنا جبت حمض النيتريك المخفف وعايزة أميز، كلمة تمييز ده يعني المادة اللي أنا هستخدمها هتدي راسب أو هتتفاعل مع واحدة وتسيب التانية، أو لو هتتفاعل مع الاتنين هتدي أشكال مختلفة أو رواسب مختلفة. طيب هنا بيقول لك حمض النيتريك مخفف، والأسئلة دي اللي من النوع ده متكررة كتير جدا. خلي بالك أي حد من المجموعات المتوسط الثبات والأقوى ثبات ممكن يكشف عن الأقل ثبات خالص أو المجموعة الأضعف معانا، ولازم يكون مخفف عشان يدينا الأكشن بتاعنا.
يبقى حمض النيتريك ممكن يكشف عن الكربونات ويدينا ثاني اكسيد الكربون. ليه؟ لان حمض النيتريك اقوى ثبات من حمض الكربونيك، لكن مش هيدي رياكشن مع الكلوريد. ليه؟ لان هما الاتنين متوسطي الثبات، فممكن نستخدم لهم حمض النيتريك المخفف فعلا للتمييز بينهم وبين بعض. طب هيدروكسيد الصوديوم مش هتدينا الاكشن المطلوب، لان الصوديوم برضه هيرجع يتفاعل معانا مع الكربونات ويدينا كربونات صوديوم وهيدروكسيد مش عارفه ايه. فالاجابه بتاعتنا عشان ما ندورش كتير هتبقى حمض النيتريك الايه المخفف. السؤال 8 من الاسئله المهمه جدا المتكرره، بيقول لك ايه؟ مخلوط صلب من املاح البيكربونات وكبريتات الصوديوم ونترات الصوديوم. خلي بالك انا معايا كونتينر كده او اناء، ضفت فيه او موجود فيه بيكربونات الصوديوم اللي هي NaHCO3، ومعايا كبريتات الصوديوم Na2SO4، ومعايا نترات الصوديوم NaNO3. يبقى من الواضح لما هو بيقول لنا نفس الكاتيون، انا ما بدورش دلوقتي على الصوديوم خالص، انا مالي بيه، انا هنا بدور على الانيونات بتاعتي. يبقى انا محتاجة اشوف يا اما راسب يا اما بيتكون غاز. طب انا اعرف ازاي؟ لو هو بادئ معايا مخلوط صلب يبقى انا كده عايزه تجربه اساسيه. طب لو هو قال لك محاليل من مخاليط مختلفه او مواد مختلفه، يبقى في الحاله دي بيدور معايا على تجربه تاكيديه. فانا هنا محلول صلب، مخلوط صلب عفوا، يبقى كده محتاج تجربه اساسيه معايا. وانا عشان اكشف على الثلاث شكوك بتاعتي اللي هو النترات والكبريتات والبيكربونات، محتاجة حاجة قوية تكشف عن واحد وتسيب الباقيين، أو تكشف عن اتنين مثلا وتسيب الباقي. طيب، بيقول لك إيه اللي هيحصل لو ضفت حمض يوديد الهيدروجين. ركز، أنا لسه قايلة لك فوق إن أي حمض من المجموعات العالية الثبات أو متوسطة الثبات سهل تكشف عن المجموعات الأضعف في الثبات. هو هنا بيقول لك مخفف، كأنه بالظبط بيقول لك زيه زي حمض الهيدروكلوريك المخفف HCl. حمض الهيدروكلوريك المخفف او حمض يوديد الهيدروجين، حمض هيدرويوديدك، لما اجي اضيفه هيتفاعل مع البيكربونات فقط، ومستحيل يتفاعل مع الكبريتات، ومش هيقدر على النترات. طيب الكبريتات ليه؟ لان الحمض المشتق منه شق الكبريتات هو الاكثر ثبات. طيب والنترات ليه؟ لأن هو زيه زي اليوديد وزي الكلوريد وزي البروميد متوسط الثبات. إذا أنا هكتب معادلة دلوقتي، المعادلة دي زيها زي حمض الهيدروكلوريك، الفرق بس إن إحنا هنحط الهيدرويوديدك HI حالته أكوس مع اسمه ده بيكربونات الصوديوم اللي هي NaHCO3 حالتها سوليد. ليه؟ هو قال لنا صلب، هيدينا التفاعلات. عندنا في اغلب التفاعلات اللي موجوده في الباب الاولاني، الباب الثاني بتتكلم عن تفاعلات تبادل مزدوج، فالجزء البوزيتيف بتاعي هياخد النيجاتيف والنيجاتيف هياخد البوزيتيف. اذا هيتكون معايا NaI اللي هو يوديد الصوديوم، وده بيكون aqueous solution انا مش محتاجه. انا بدور على مين؟ بدور على الاتش والاتش والسي او 3. في الحاله دي هيتكون معايا حمض البيكربونيك او الحمض الكربونيك اللي هو H2CO3، اللي بيعمل ايه؟ بيتفكك تلقائيا في درجة حرارة الغرفة او بنسخن سيكا، وهيدينا CO2 اللي بيعمل فوران وبيطلع لنا المية H2O. تمام؟ يبقى ايه الغاز اللي انا منتظر يطلع من التفاعل ده؟ هو ثاني اكسيد الكربون فقط. ليه؟ لان الهيدرويوديدك بتاعنا هو اكثر ثبات من الشق اللي انا الانيون بتاع البيكربونات. والسؤال 8 برضو بكرر من الأسئلة المهمة المتكررة في كذا كتاب خارجي. طيب بعد كده، بيتكون الراسب عند خلط محلولين. لما أجي أضيف محلولين من المواد اللي معايا دول هيتكون راسب عامل إزاي؟ أول حاجة هنا تفاعلات، عندي تفاعلات تبادل مزدوج، فهيتكون معايا هنا إيه؟ هيتكون معايا CuSO4
زائد HCl. طيب ال CuSO4 دي بيكون لونها ازرق، وده محلول عادي جدا ما بيحصلوش حاجه، فما فيش راسب معايا. طب الناحيه التانيه هيتكون معايا ايه؟ ركز بقى في الحته دي. هيتكون معايا NaCl، وده بيكون aqueous، زائد CuCO3، ده اللي بيكون راسب معايا. تمام. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى باء. بس تعالوا نتأكد. هنا بيقول لك هيدينا K2SO4 زائد HCl. خلي بالك أملاح الكبريتات غالبا بتكون أملاح زائبة. طيب أتأكد إزاي؟ برضو أنا معايا البوتاسيوم، كل أملاح الصوديوم والبوتاسيوم بتكون زائبة. طب الناحية التانية هيتفاعل معاها وهيدينا NeNO3، ونترات الفضة برضو نترات الصوديوم برضو بتبقى ايه؟ زائب، زائد NaH. تمام. في الحالة دي برضو مش هيدينا، التفاعل ده اصلا مش هيحصل، لان هما الاتنين في نفس الايه، نفس المجموعة. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى ب. طيب السؤال 10 بيقول لك خليط يحتوي على أنيونين، اتنين أنيون، الكربونات والبي والكبريتات، أي مما يلي عند إضافته إلى الخليط يترسب أحد الأنيونين. يبقى أنا دلوقتي محتاجة حاجة بترسب مع الكربونات وما ترسبش مع الكبريتات، أو العكس، ترسب مع الكبريتات وما ترسبش مع الكربونات. طيب لما نيجي نبص هتلاقيني بقول لك من شوية إن الأساس العلمي في الترسيب بتاعنا أو الكشف إن الحمض الأعلى ثبات أو الأنيون الأعلى ثبات ممكن يرسب الحمض الأقل ثبات في محاليل أملاح. طيب لو جينا بصينا هنا كده مثلا ال NeNO3 ممكن هتكون مع مين؟ هتتفاعل أول حاجة مع الكربونات، لكن مش هتتفاعل مع مين؟ مع الكبريتات. لما تيجي تتفاعل معاها هتدينا Na2CO3، وده بيكون مخلوط عادي، لأن جميع أملاح الكربونات بتاعت الصوديوم والبوتاسيوم بتبقى أملاح زائبة. وخلي بالك الأمونيوم، يبقى الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم بتكون الأملاح بتاعته أملاح زائبة. إذا هنا برضو هتبقى أملاح زائبة، وبرضو مع البوتاسيوم هيبقى املاح زائبه. ايه اللي ممكن يدينا حاجه مختلفه او يدينا راسب وما يديناش راسب مع التاني؟ هو املاح الكاتيون بتاع الكلورايد بتاع الحديد. لما نيجي نفعله هيدينا Fe CO3. ده لو هنتكلم عنه ان هو ايه، ملح. لو هنتكلم عنه ان هو هيدينا ده Fe2CO3 باي ايه، باي 3. والكاتيونات بتاعت الحديد الثلاثي غالبا بتكون شكلها او لونها بتبقى بني حمراء. يبقى في الحالة دي عشان هو راسب هيدينا سوليد، فغالبا هيبقى اللون بتاعه بني محمر كده. يبقى الإجابة بتاعتي جي. خلي بالك جميع أملاح البوتاسيوم والصوديوم والأمونيوم بتبقى أملاح زائب. كيف يمكن التمييز معمليا بين كربونات المغنيسيوم وبيكربونات المغنيسيوم؟ لما اجي اضيف عليهم HCl هما الاثنين هيعملوا فوران وهيطلعوا لي غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب ايه اللي ممكن يفرق بينهم؟ لما اجي احط لهم حمض النيتريك برضو المخفف هيعمل فوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. لما اجي اضيف لهم الكبريتات بتاعت الصوديوم هيدينا كبريتات المغنيسيوم وكبريتات المغنيسيوم برضو، والاتنين هتبقى املاح عادية خالص وهيتفاعلوا عادي. ايه اللي ممكن يستخدم هنا في التمييز بينهم وبين بعض؟ هتبقى المية. كل املاح البيكربونات بتاعتنا بتدوب في المية، ام املاح الكربونات الكربونات ما بتدوبش في المية. يبقى انا لو ضفت ميه على الكربونات مش هتدوب، اللي هي كربونات المغنيسيوم. لو ضفت بيكربونات المغنيسيوم على الميه هيتفاعل معاها وهيدوب فيها، هيكون لنا محلول. الانيون الذي يغير لون محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه، يعني هو كده بيبقى عامل مؤكسد قوي. هو
خلي بالك، الراجل ده لما باجي اشتغل مع ثاني كرومات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك بيطلع لي غاز ال NO2. ال NO2 ما ينفعش يتأكسد لأبعد من كده لأن هو كده وصل لمرحلة الاستقرار. طيب، لو جينا بصينا هنا هنلاقي إن النيتريت بتاعنا بيطلع لنا غاز ال NO. ال NO ده عنده قابلية إن هو يؤكسد باستخدام العوامل المؤكسدة ويتحول إلى NO2. ليه؟ لأن النيتروجين بتاعنا عنده عدد التأكسد بتاعه بيتراوح ما بين -3 لحد -5. فلما نيجي نبص هنلاقي إن فعلا ممكن ال NO2 أو شق النيتريت يطلع لنا غاز أكسيد النيتريك اللي عنده قابلية إن هو يؤكسد. طيب لو جينا بصينا على الكربونات والبيكربونات هيطلعوا لنا هما الاثنين غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز ثاني أكسيد الكربون لا يؤكسد. إذا المواد أو الأنيون اللي ممكن يطلع لنا غاز سهل اكسبته هو النيتريت. ليه؟ لان هو هيدينا اكسيد النيتريك عنده قابليه ان هو يؤكسد. طيب المعادله اللي تحت دي من المعادلات المهمه جدا 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 جدا، ومتكرره برضو في كتاب الوافي والامتحان ومندليف والتفوق، فركز عليها لو سمحت. بيقول من المعادله الاتيه هنا كده بيكشف عن غاز ثاني كرومات البوتاسيوم، اسمه SO2 اللي هو ثاني أكسيد الكبريت، اللي بنستخدم له ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك بتاعنا. بيكون لونها برتقالي بيتحول إلى اللون الأخضر. طب ليه بيتحول إلى اللون الأخضر؟ لأنه بيتكون مركب الكروم الثلاثي معاه. طيب، هنا كل مما يلي يعد صحيح. اول حاجه لون المحلول لسه قايله لك بيتحول من البرتقالي الى الاخضر، تمام. الايونات بتاعت الهيدروجين هي مصدرها حمض الكبريتيك طبعا، لان انا لسه قايله لك محمضه بحمض الكبريتيك. الاس او 3 نيجاتيف 2 يقوم بدور العامل المختزل يعني بيؤكسد. تعالوا نبص مع بعض او نتاكد من الموضوع ده. اول حاجه هنا الاس او 3 نيجاتيف 2، انا عايز احسب عدد تأكسد الكبريت، هتبقى بالنسبة لي اس نيجاتيف 6 ايكوال نيجاتيف 2. جبنا نيجاتيف 6 دي منين؟ اللي هو 3 ذرات اكسجين مضروبة في عدد التأكسد بتاع الاكسجين اللي هو -2. طب السالب 6 دي هتعدي الناحية تانية بإشارة مخالفة، يبقى الاس هتتحول تبقى -2 موجب 6، يعني الاس وهي داخلة التفاعل هتبقى موجب 4. تمام. تعالوا نشوفها لما خرجت من التفاعل ده ايه اللي حصل لها. تكون معايا ال SO4 نيجاتيف 2. انا عايز احسب عدد تأكسد الكبريت برضو وهو خارج من التفاعل ايه حصل. ادي ال S نيجاتيف 8 ايكوال نيجاتيف 2. جبنا التمانية دي منين او السالب 8 دي منين؟ ضربنا الاربعة دي في عدد التأكسد بتاع الاكسجين اللي هو -2. يبقى ال S هتساوي -2 زائد 8. طيب ال S هتبقى موجب 6. هو كان داخل التفاعل موجب 4، فقد 4 إلكترونات وبقى موجب 6، يعني حصل له عملية أكسدة. يبقى الإس نفسه بيقوم بدور العامل المختزل. حلو، يبقى دي برضو كمان صح. تغير حالة تأكسد الكروم من -2 لموجب 3، بالعكس الكروم بتاعنا بيتغير من الحالة دي لحد ما يوصل موجب كام؟ 3. طب تعالوا نشوف هو كان Cr2O7 نيجاتيف 2، يبقى 2 Cr نيجاتيف 14 ايكوال نيجاتيف 2. وانت معاك هنا Cr ايه؟ بتساوي بوزيتيف 3. طيب ادي 2 Cr بتساوي نيجاتيف 2 بوزيتيف 14، يبقى هنا 2 Cr ايكوال بوزيتيف 12. هنقسم على الاثنين وهنقسم هنا على الاثنين. السي ار هتبقى موجب 6. هو كان داخل التفاعل موجب 6 وبقى موجب 3، يعني حصل له عملية ايه؟ حصل له هنا اختزال. والمعادلة دي من المعادلات المهمة جدا جدا
جدا. طيب، يعني هو هنا عامل ايه؟ مؤكسد. خلي بالك بيقول لك تتغير حالة تأكسد الكروم من -2 لموجب 3. الإجابة دي هي اللي غلط، لأن بيقول لك كل مما يلي صحيحا ما عدا. المعادلة اللي بعديها برضو من المعادلات المهمة ومتكررة في كذا كتاب خارجي، لو سمحتوا نركز عليها واحدة واحدة. بسم الله. أول حاجة هنا جايب لك برمنجانات البوتاسيوم، وجايب لك غاز ثاني أكسيد الكبريت، ومية. شباب، ثاني أكسيد الكبريت عنده قابلية إن هو يتأكسد ويتحول إلى ثالث أكسيد الكبريت في الظروف الملائمة. طيب، أنا عارف من الباب الأولاني إن برمنجانات البوتاسيوم بتاعتنا دي بيكون لونها بنفسجي، ولما بتوجد او من كان من ضمن الخواص بتاعتها ان هي عامل مؤكسد، يعني سهل تأكسد الراجل ده. يعني هتعمل ايه؟ يعني هتعمل زوال ال SO2 بتاعتنا دي، عندها قابلية ان هي تتحول الى SO3. يعني معنى كده ان هي بتؤكسد، يعني اللون بتاعنا البنفسجي ده بيحصل له يزول. حلو. بيقول لك كل مما يلي يعد صحيح. خليط من النواتج، النواتج بتاعتنا دي اللي هو K2SO4 و MnSO4 و H2SO4 عديم اللون صحيح. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن بسبب وجود برمنجانات البوتاسيوم وثاني أكسيد الكبريت هو عنده قابلية إن هو يؤكسد، إذا بيخلي لون البنفسجي ده يختفي تماما أو بيزول. طيب، يستخدم برمنجانات البوتاسيوم المحمض ككاشف لغاز SO2؟ أكيد، لأن اللون بتاعنا اختفى. طيب، يقوم ال SO2 بدور العامل المختزل، يعني هو بيحصل له أكسدة. إذا كنا بنقول هو بيتحول من SO2 إلى SO3، يعني عنده قابلية إن هو يؤكسد، إذا بيقوم بدور العامل الإيه؟ المختزل. العامل المختزل يعني بيحصل له أكسدة، أكيد هو هيحصل له أكسدة، يبقى البرمنجانات البوتاسيوم بتاعتنا هيحصل لها اختزال. إذا الإجابة د هتبقى الإجابة هي الوحيدة بالنسبة لنا بالاستبعاد غلط. نركز على المعادلة 14 لأنها برضو متكررة في كذا كتاب خارجي بنفس الأفكار بتاعتها. طيب، نخش بعد كده على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك أضيف حمض الكبريتيك المخفف. شباب، نرجع ونأكد إن مش عشان أنت أخدت حمض الهيدروكلوريك المخفف هو اللي بيكشف عن أنيونات مجموعات حمض الهيدروكلوريك اللي هي الكربونات والبيكربونات، كبريتيت سايوكبريتات والنيتريت، هو بس اللي بيشتغل. أي حد من المجموعات قوية الثبات زي الفوسفوريك أو الكبريتيك أو النيتريك المخفف اللي هم متوسطين الثبات بقى، الهيدروكلوريك والهيدروبروميك والهيدرويوديديك والنيتريك المخفف، كلهم الخمس احماض دولت او الست احماض دولت عندهم قابليه ان هم يكشفوا عن انيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف. طيب، بيقول لك اضيف حمض الكبريتيك المخفف الى احد الاملاح، تصاعد. بدل قال لك حمض كبريتيك المخفف، يبقى احنا كده بنتكلم في تجربه اساسيه، ركز في الكلام او في التفاصيل اللي هو بيقولها لك. فتصاعد غاز يخدر ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم. إذا الغاز اللي طالع معايا هو SO2 المحمض بحمض الكبريتيك، وتكون معلق. مفيش معلق بيتكون معايا من الكبريت الأصفر غير في حالة الثيوكبريتيك. من قبل ما نتكلم، بدل طلع لي معلق، مفيش حاجة طلعت لي معلق في المجموعة الأولانية ولا في أي مجموعة معايا غير هو مين؟ الثيوكبريتيك. ليه؟ لأن الكبريت بيفصل يا اما على حرف الانبوبه اللي انا بشتغل فيها، او يفصل في منتصف الانبوبه كده وبيكون لنا ايه؟ الكبريت اللي لونه اصفر. عند اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى الملحين اكس وواي كل على حد، يتصاعد غاز لا يؤثر في برمنجانات البوتاسيوم. يبقى مش هيؤكسد. مين الغازات التي لا تؤكسد معايا؟ السي او 2 عمره ما هيؤكسد. طبعا السي او 2 ده ليه حاجتين او ليه حمضين، عفوا ليه ملحين، انيونين، عفوا انيونين، اللي هو البيكربونات HCO3 نيجاتيف 1، والكربونات اللي هي CO3 نيجاتيف 2. تاني حاجة ثاني أكسيد النيتروجين NO2
NO2 دي مش مش بتطلع غير مع النترات اللي هي NO3. او لو انا طالع معايا في المجموعه الاولى نيتريت، يبقى بيطلع معايا اول حاجه ال NO يؤكسد عند فوهة الانبوب. فهو هنا اكيد مش بيتكلم عن النيتريت. خلي بالك ال SO2 عنده قابليه ان هو يؤكسد ويتحول الى SO3. طب لو انا هتكلم على شق النيتريت اللي هو NO2 نيجاتيف 1، هيطلع لي الغاز اللي هو اكسيد النيتريك NO، وده عنده قابليه ان هو يؤكسد. طيب، اول حاجه هنا بيقول لك لو انا هفرض ان معايا الملحين مستحيل يكون فيهم نترات ونيتريت. اول حاجه لو انا قلت نترات يبقى هنا كده بيطلع لي NO2، وNO2 مستحيل يؤكسد. يبقى هو بيقول لك كل منهما على حده تصاعد غاز لا يؤثر، يبقى الغازين ما اثروش. ولو انا قلت ال NO اللي هو النترات بتاع النيتريت بتاعنا هيطلع لنا غاز اكسيد النيتريك فهيتاكسد، يبقى هيغير لون برمنجانات البوتاسيوم ويحولها الى اللون الايه عديم اللون. فالف وجيم مش نافعه. تعال نشوف الاتنين الباقيين. هنا بيقول لك السيوكبريتات والكبريتات. السيوكبريتات والكبريتيت الاثنين هيطلعوا لي غاز ال SO2 اللي هو عنده قابليه ان هو يتاكسد ويتحول الى SO3 باستخدام برمنجانات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك. يبقى الاثنين دول كمان هيعملوا زوال للون. انا محتاج حاجه لا تؤكسد او لا تؤكسد، يعني هي ما بتتاكسدش، مش هتتغير لحاجه تانية. والحاجه دي او الغاز ده هو ثاني اكسيد الكربون، وده بيطلع لي من الكربونات والبيكربونات. يبقى 16 من الاسئله برضو المهمه اللي متكرره في الكتب الخارجيه او بيلعب عليها بحيث ان هي فيها نسبه ذكاء شويه. طيب 17، الجدول التالي يوضح خواص كل من الغازين اكس وواي. خواص الغازين اكس و1. قال لك اكس يمكن اكسدته، يبقى ده ممكن يكون NO وممكن يكون SO2. حلو. له رائحة نفاذة، بدل قال لك ليه رائحة نفاذة يبقى ال SO2، يبقى احنا كده مش معانا NO. يزيل لون محلول البرمنجانات المحمض، يبقى احنا كده احنا بنتكلم عن ال SO2. وال SO2 دي مصدرها حاجة من الاثنين، يا اما كبريتيت SO3 نيجاتيف 2، يا اما سايوكبريتات اللي هو SC2O3 O3 نيجاتيف 2. طيب بعد كده غاز واي يمكن اختزاله، يبقى هو ما ينفعش يتأكسد. مين الغاز اللي ما ينفعش يتأكسد موجود معايا في المجموعة بتاعت حمض الهيدروكلوريك المخفف؟ هو ثاني أكسيد الكربون. عديم الريحة أوكي. يكون راسب أبيض عند إمراره، يبقى احنا كده بنتأكد من آخر حاجة إن هو فعلا الغاز اللي معايا واي ثاني أكسيد الكربون. اكس SO2 وواي CO2. هو كده جابها لنا على ورقة من إيه؟ من ده. الإجابة بتاعتنا في ألف هي الصح. طب تعالى نشوف اللي بعد كده. بيقول لك SO3 و CO. السي او عنده قابليه ان هو يتاكسد ويتحول لثاني اكسيد الكربون، وهو قال لنا في الغاز واي لا يؤكسد، يبقى السي او دي مش نافعه. الاس او 3 ده ما بيقبلش اكسده لكن ممكن يختزل، يبقى باء مش نافعه. جيم اس او 2 ده ممكن يؤكسد عادي لكن السي او برضه قابل للاكسده فمش هينفع، يبقى الاجابه بتاعتنا جيم غلط. اس او 3 لا يؤكسد اكس، والسي او 2 ده ممكن تمشي معانا بالنسبة للخواص اللي هو قالها لنا. فأكتر إجابة صحيحة أو الإجابة الصح هي الإجابة إيه؟ ألف. تتفق تتفق كل أملاح الكربونات والبيكربونات في كل مما يأتي. شباب لسه حالين نفس الفكرة دي فوق، نركز فيها برضه لأنها متكررة كتير جدا. بيقول لك كل أملاح الكربونات والبيكربونات تتفق في إيه؟ أول حاجة هما الاتنين جايين من نفس الحمض اللي هو الحمض الكربوني. الذوبان في الميه مستحيل. كل املاح الكربونات بتاعتنا او اغلبها ما بتدوبش في الميه، انما كل املاح البيكربونات زائب. تتفاعلها مع الاحماض القويه اكيد.
والاثنين هيدونا ثاني اكسيد الكربون ويحدث فوران. بيتفاعلوا مع الام جي اس او 4 اكيد. مع الكربونات هيدينا رسب ابيض على البارد. مع البيكربونات لا يتكون رسب الا بعد التسخين. يبقى مين اللي هيفرق بينهم وبين بعض، او هم مش هيتفاعلوا مع مين؟ مع الذوبان. 19 بيقول لك السؤال ده من الاسئله المهمه، رجاء تفكروا فيه كده و... وتهتموا بيه يعني. هنا كده في السؤال ده ربط الباب الاولاني بالباب الثاني. بيقول لك عند امرار الغاز ايه في ماء الجير الرأ لمدة قصيرة تكون راسب أبيض، وعند امرار نفس الغاز على فحم مسخن، الفحم المسخن ده مقصود بيه فحم الكوك، تكون غاز بي. فإن الغازين هما أول حاجة عند امرار الغاز ايه في مية الجير الرأ تكون راسب أبيض، يبقى الايه ده ثاني أكسيد الكربون. لما هنفعل ثاني اكسيد الكربون مع فحم الكوك، ودي كان من معادله من معادلات الاختزال، ثاني اكسيد الكربون زائد الفحم بتاعنا هيرجع يكون لنا غاز اللي هو اول اكسيد الكربون اللي استخدمناه كعامل مختزل في الفرن العالي. يبقى البي هنا المقصود بيها الغاز بي ده هيبقى اول اكسيد الكربون. يبقى ايه ثاني اكسيد الكربون، وبي هي اول اكسيد الكربون. فالاجابه الف بتاعتنا هي الصح. خلي بالك السؤال ده من الاسئله المهمه لانه بيلعب على فكرتين في فكره واحده، اللي هو الباب الاولاني والباب الثاني. سؤال 20. أي الأشكال الآتية يعبر عن كتلة كأس مفتوحة تحتوي على خليط من الكربونات الصوديوم ووفرة من حمض الهيدروكلوريك المخفف بمرور الزمن؟ أنا لما يكون معايا كمية معينة من كربونات الصوديوم ونقط عليها نقطتين من حمض الهيدروكلوريك المخفف HCl، وهنا معايا Na2CO3، بمرور الزمن بيطلع أو بتقل المادة بتاعتي دي وبتبدأ تكون لنا ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيحصل له ايفولف يتصاعد. طب هل لو أنا سبتهم فترة من الزمن ورجعت هلاقيهم اختفوا؟ أكيد لا. يبقى أنا بمرور الزمن الكتلة بتاعت كربونات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك بتخف تدريجيا، بس مش بتخلص خالص بمرور الزمن. ليه؟ لأنه بيخرج غاز ثاني أكسيد الكربون وبعد كده الكتلة بتاعتنا بتثبت. يبقى هنا كانت الكتلة قليلة وزادت، أكيد لا، الكتلة بتاعتنا بتقل. الإجابة ب. كانت الكتلة كبيرة وقلت لحد ما ثبتت، يبقى الإجابة ب صح. الكتلة بتقل بمرور الزمن لحد ما تختفي خالص؟ لا، هي مش بتخلص خالص، هي بتبقى موجودة معانا بس الكتلة نفسها بتقل شوية. هل الكتلة بتاعتنا بتفضل ثابتة بمرور الزمن؟ أكيد لا، نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الإيه؟ الكربون. فالإجابة بتاعتنا في 20 هي ب. 21 بيقول لك عند إذابة المركب إيه في حمض الهيدروكلوريك المخفف. يبقى أنا دلوقتي معايا المركب إيه ده وحمض هيدروكلوريك مخفف، يبقى تجربة أساسية. تصاعد بي اللي هو غاز عديم اللون، تمام. لما دوبناه في مية ثم إضافة محلول نترات الفضة اللي هي AgNO3 تكون راسب. حلو. أي مما يلي يعبر عن المركب A والغاز B؟ ما أثر التسخين على الراسب الأبيض؟ بدل جاب لنا أثر التسخين على الراسب الأبيض ومعانا نترات فضة، يبقى احنا هنا كده بنتكلم عن الكبريتيت. يبقى المركب ايه ده؟ اكيد في حاجه كبريتيت Na2SO3. لما اضيف له حمض الهيدروكلوريك المخفف هيطلع لي غاز ال SO2 اللي هو بيخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك. خلي بالك هو عديم اللون له، ولكن له رائحه نفاذه خانقه شويه. اضافه الماء ليه يعني هنحوله لمحلول، يبقى احنا كده بنتكلم في تجربه تاكيديه. ثم إضافة محلول نترات الفضة إليه تكون راسب أبيض. الراسب الأبيض بتاعي هيبقى Ag2SO3 الذي يسود بالتسخين. طيب أنا محتاجة بقى
اشوف الاجابات بتاعتي. هنا يزول الراسب يزول الراسب، لا. يبقى انا دلوقتي الاجابات بتاعتي ما بين الف ودال. اس او 4 او المركب بتاعي فيه اس او 4، الاجابه غلط، لان حمض الهيدروكلوريك المخفف ما يقدرش يطرد الاس او 4، لان الاس او 4 جايه من حمض اعلى ثبات من الهيدروكلوريك. فالاجابه الف بالنسبه لي هتبقى الاجابه غلط. لكن لو جينا بصينا على الاجابه د هنلاقيها فعلا صح، هتبقى ان اي 2 اس او 3. هيبقى الغاز بتاعي اس او 2، هتتحول ماده الى اللون الاسود، فالاجابه د هي الاجابه الصحيحه بالنسبه للسؤال رقم 21. نخش بعد كده على السؤال 22 اللي بيقول لنا: عند تفاعل كل من المادتين W X مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتصاعد غاز Y و Z على الترتيب. الغاز Y، خلي بالك الغاز Y ده عشان ما تتلخبطش، الغاز Y ده بتاع المادة W، والغاز Z ده بتاع المادة X. الغاز Y يخدر ورقة، يخدر لون محلول ثاني كرومات البوتاسيوم. يبقى الغاز واي ده SO2، جاي من فين؟ يا اما من كبريتيت يا اما سايوكبريتات. يتأكسد في الهواء ويتصاعد غاز، مكون غاز لونه بني محمر. يبقى الغاز اللي كان في الاول كان ال NO اللي هو اكسيد النيتريك، وبعد الاكسده تحول الى NO2 اللي هو بني محمر. ما الانيونين الموجودين في الماده المادة W دي؟ يا إما فيها الكبريتيت SO3، يا إما سايوكبريتات اللي هي S2O3 نيجاتيف 2. طيب، نيجاتيف 2 برضه. المادة Z هي النيتريت اللي هي NO2 نيجاتيف 1. فأنا دلوقتي محتاجة الكبريتيد، والكبريتيد لأ. بيكربونات ونيتريت لأ. كبريتيت ونيتريت يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى جي. مركب صلب يتفاعل مع ال H2SO4 أكوس. يبقى هنا برضو حمض الكبريتيك بتاعي حمض كبريتيك مخفف، ويتكون المركب الغازي X الذي يتأكسد أنيونه مكونا أحد شوائب الحديد. السؤال ده من الأسئلة المهمة. 23. أول حاجة، الشوائب اللي كانت موجودة في خامات الحديد واحد من الاتنين، يا إما كبريت يا اما فوسفور. واحنا في المجموعات بتاعتنا اللي احنا اشتغلناها، حمض الكبريتيك المركز او هيدروكلوريك مخفف او كلوريد الباريوم، احنا اشتغلنا مع الكبريت وبعدنا خالص عن الفوسفور. حلو. كل مما يلي معد صحيح. يبقى انا دلوقتي في المركب بتاعي ده فيه اس دي موجوده في ثلاث اشكال بالنسبه لمجموعه حمض الهيدروكلوريك المخفف. يا اما الاس نفسها كبريتيد، وده بيتحول الى كبريتيد الهيدروجين H2S، وده بيكون له رائحة كريهة. او الاس او 3 نيجاتيف 2، وده بيتحول الى SO2، وده بيبقى غاز له رائحة خانقة. او الاس 2 او 3 نيجاتيف 2، وده بيتحول الى SO2 زائد S، والاس او 2 دي برضو لها رائحة خانقة. ركز بقى. بيقول لك يتفاعل مركب صلب يتفاعل مع ال H2SO4. يبقى هنا بيتكلم عن تجربة أساسية. تمام. ويتكون المركب الغازي الذي يتأكسد أنيونه مكونا أحد شوائب الحديد. المركب X يكون راسب مع المركب B. المركب الغازي X هيبقى H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين. ليه؟ لأنه بيقول لك الذي يتأكسد أنيونه، ده بيتأكسد
ويبقى مكون لنا احد خامات الكبريت، احد الشوائب اللي هو مع خامات الحديد. الاس بتاعتنا دي لما تؤكسد مع اكسجين الهواء الجوي بتكون لنا SO2. يبقى هو هنا بيتكلم عن الكبريتيد. طيب المركب اكس يكون مع البي بي، راسب مع البي بي. اه لما بنيجي نتكلم عنه في التجربة اللي بتكشف عن الغاز بتاعنا H2S زائد أسيتات الرصاص بيتكون معايا بي بي اس اللي هو كبريتيد الرصاص، وده بيكون لونه اسود، فالإجابة دي صح. أنيون المركب اكس يكون راسب اسود مع الاي جي، صحيح. لما بنيجي نتأكد ان فعلا معانا كبريتيت في المحلول بنفعله مع محلول الملح، بنفعله مع الفضة، فبيكون لنا AG2S، وده بيكون برضو راسب لونه اسود. عدد تأكسد أنيون الغاز X يساوي 4. لما بنيجي نبص على الغاز بتاعنا اللي هو H2S وعايزين نشوف الأنيون بتاعنا ده عدد تأكسده كام، هنبص أول حاجة المركب ده هنساويه بالصفر، وعدد تأكسد الهيدروجين هتبقى موجب 2 زائد اس هيطلع بزيرو، اس هتساوي نيجاتيف 4 يعني سالب 4. مش سالب 2، مش موجب 4. يبقى الإجابة بتاعتنا الغلط هتبقى مين؟ جيم. ليه؟ لأن عدد تأكسد الكبريت في ال H2S هتبقى سالب 2 مش موجب 4. طيب المحلول المائي للإكس اللي هو H2S بس هتبقى أكوس، أكثر تطاير من النترات أكيد، لأنه درجة الغليان بتاعة كبريتيد الهيدروجين أقل أكيد، لأن هو أقل ثبات من حمض النيتريك المخفف أو المركز. أكثر تطاير يعني أقل في درجة الغليان أو أقل ثبات. السؤال 24. السؤال 24 بيتكلم عن، هنا بيقول لك ايه، انا جبت محلول وحطيت علامة هنا علشان اتأكد فعلا ان التجربة بتاعتي اشتغلت ولا لأ، وجبنا محلول من ايه وضفناهم على بعض. بعد فترة من الوقت كون لك معلق اصفر. احنا ما عندناش في المجموعات بتاعتنا عامة معلق واصفر غير الثيوكبريتات H2O3 نيجاتيف 2. طيب اول حاجة المحلول ألف اللي هو ده، والأنيون المحلول 2 اللي هو اللي تحت. أول حاجة بيكون لك HCl مع رباعي السيونات، لا HCl مع الكبريتات، السيوكبريتات بتاعتنا أكيد طب الاي مع رباعي السيونات لا، والاي مع الكبريتيت، الاي بتاعتنا دي اللي هو اكوس بيكون لونها بني، ولما بنيجي نضيف عليها السيوكبريتات اللون بتاعنا بيزول مش بيتكون معانا معلق، وبدل قال لنا كلمة معلق ده يبقى هو معايا سيوكبريتات في المحلول وظهر فعلا اللون. طيب نركز علشان برضو هو مكرر السؤال 25 في كذا كتاب خارجي بأفكار مختلفة. هنا بيقول لك إيه، عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ملح السيوكبريتات الصوديوم تحدث عملية أكسدة للكبريت واختزال للأكسجين، أكسدة للكبريت وأكسدة للأكسجين، اختزال للكبريت وأكسدة للأكسجين، أكسدة واختزال للأكسجين، أكسدة واختزال للكبريت. أول حاجة عشان نريح نفسنا اكتب المعادلة. المعادلة بتاعتنا بيقول إيه؟ إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ملح السيوكبريتات. ملح السيوكبريتات بتاعنا الصوديوم Na2S2O3 زائد HCl، وعلى السهم دل هيدينا NaCl وهنضرب في 2 زائد H2O مش دي اللي بدور عليها زائد
الاس اللي هو المعلق عشان احنا معانا ثيوكبريتات، ومعايا SO2. عايز يعرف ايه اللي حصل. اول حاجة انا هاخد ثيوكبريتات الصوديوم دي اللي هي Na2S2O3 مرة مع الاس، ومرة هاخد ال Na2S2O3 مرة مع ال SO2. نركز. أول حاجة المركب ده ما عندوش شحنة، يبقى بيساوي صفر. وأنا عايز أحسب عدد تأكسد الكبريت في الحالتين. آدي الصوديوم بموجب واحد، عدد تأكسده في اتنين هيبقى موجب اتنين، زائد اتنين كبريت سالب ستة. السالب ستة دي جت من ضرب التلاتة في سالب اتنين، يبقى هنا اتنين اس سالب أربعة بيساوي ايه؟ صفر. الاتنين اس هتساوي موجب أربعة، الاس هتساوي موجب اتنين بعد القسمة طبعا. الاس هنا لوحدها يبقى بتساوي صفر. الراجل ده حصل له ايه؟ هو كان فاقد اتنين الكترون، ما بقاش فاقد حاجة، يبقى حصل له اختزال. تمام. لما نيجي نبص على الناحية التانية، وطبعا احنا لسه حاسبين عدد تأكسد الكبريت هنا، الاس هنا بموجب اتنين. طب انا عايز احسب عدد تأكسد الكبريت الناحية التانية في الاس او 2. هبص عليها هلاقي ان المركب مش عنده شحنة برضو، يبقى بنساويه بالصفر. ادي الاس سالب أربعة بيساوي صفر، اس هتساوي موجب أربعة. طيب هو كان موجب اتنين وبقى موجب أربعة، يعني حصل له ايه؟ يعني حصل له أكسدة. يبقى هنا حصل للكبريت عمليتين مختلفتين اللي هي الأكسدة والاختزال. طيب أكسدة للكبريت واختزال للأكسجين؟ لا، ده هو حصل أكسدة واختزال للكبريت نفسه. اختزال للكبريت وأكسدة للأكسجين؟ لا. أكسدة واختزال للأكسجين؟ لا. هنا ال- الأكسدة حصلت للكبريت. طيب ليه ما ينفعش أكسدة واختزال للأكسجين؟ لأن الأكسجين بتاعنا عدد تأكسده ثابت في المركبات. طبعا احنا ما بنتكلمش في الشواذ بتاعة الأكسجين، احنا بنتكلم هنا في الأكسجين العادي اللي احنا بنتعامل معاه، عدد تأكسده ثابت بسالب 2. إذا الإجابة بتاعتنا في 25، والسؤال ده متكرر، يبقى بيتكلم عن أكسدة واختزال للكبريت بس. طيب سؤال 26 بيقول لك المادة التي يتأكسد شقيها بواسطة حمض بواسطة محلول برمنجانات البوتاسيوم في وسط حامضي. أول حاجة أنا محتاجة مادة هي قليلة في عدد التأكسد، وعايزة تأكسد لحاجة أعلى في الشق الموجب والشق السالب بتاعها. لما أجي أبص هلاقي أول مركب معايا ال Fe موجب 2 عنده استعداد يتحول إلى موجب 3، فده ممكن الحديد يتأكسد. لكن النترات هي ما بتتأكسدش لأكتر من كده، لأن بيطلع معاها غاز ال NO2، وال NO2 بتاعنا ثابت ما بيحصلوش أكسدة إلى حالة أعلى من كده. فالإجابة وألف غلط. طيب الام جي ما عندهاش غير حالة تأكسد بتاعنا موجب 2، لأن هي خلاص وصلت لمرحلة الاستقرار ومش هتعمل أي حاجة أكتر من كده. والاس او 3 بتاعتنا بتطلع لنا اس او 2، فسهلة إن هي تتأكسد، فممكن الجزء السالب اللي فيها يؤكسد، لكن الموجب لأ. فهو عايز الاتنين، الشق الموجب والشق السالب. بص معايا هنا، لما نيجي نبص هنلاقي ان التي اي بتاعتنا عدد تأكسدها موجب 3، وانا عارف من الباب الاولاني ان التيتانيوم عنده حالة تأكسد موجب 2 وموجب 3 وبرضه ممكن موجب 4، يبقى التيتانيوم عنده استعداد يتحول لموجب 4. وال NO2 ده بيطلع لنا غاز اكسيد النيتريك اللي عنده قابلية ان هو يؤكسد ويتحول الى NO2، او بيخلي الست دي اللي هي برمنجانات البوتاسيوم يزول لونها. يبقى الإجابة بتاعتنا في الحالة دي جي. نركز عشان السؤال ده بيلعب عليه كده، رابط معاك الباب الأولاني والباب التاني مع بعض. طب لو جينا بصينا هنا على دال، هنلاقي إن البوتاسيوم بتاعنا عدد التأكسد بتاعه موجب واحد، وهو هنا كده خلاص وصل لمرحلة الاستقرار ومش هيتغير. ولما نيجي نبص على الكربونات هتطلع لنا ثاني اكسيد الكربون، وانا قايله لك من شويه ان ثاني اكسيد الكربون ما بيؤكسدش. يبقى الاجابه بتاعتنا ده مش هتنفع. فمين اكتر اجابه صح؟ هي الاجابه جي. طيب
عددي تأكسد الكروم في المركب اللي بيستخدم في عمل الأصباغ. عمل الأصباغ ده هو هنا كده برضو رابط لك الباب الأولاني بالباب التاني. عمل الأصباغ ده اللي هو أكسيد الكروم اللي هي الثلاثي Cr2O3. عدد تأكسد الكروم هنا موجب 3. والمركب الناتج من تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع محلول ثاني كرومات البوتاسيوم محمض بحمض الكبريتيك. الراجل ده لما بيؤكسد الكروم فيه بيتحول إلى كبريتات الكروم الثلاثية اللي هي Cr2SO4 باي إيه؟ باي 3. عدد تأكسد الكروم في الحالة دي برضو 3 أو موجب 3، وبرضو بيكون لونها أخضر. مركبات الكروم الخضراء بيكون الثلاثية خضراء. فعدد تأكسد الكروم بتاعنا في الحالتين هو موجب 3 وموجب كام؟ موجب 3. 28. 28 من الأسئلة اللي عجبتني وأنا بحل. هنا بيقول لك إيه؟ عند إضافة محلول نترات الرصاص اللي هي BbNO3 باي 2 إلى المحلول X تكون رسب أبيض. ماشي. وعند إضافة قطرات من حمض النيتريك المخفف إلى الراسب يلاحظ فوران مع زوال الراسب. يبقى حمض النيتريك المخفف ده بيكشف، بدل قال لنا مخفف يبقى هنا كده معاك وحصل فوران مع زوال الراسب. يبقى في فوران حصل معاه يبقى خرج ثاني اكسيد الكربون. وانا لسه قايله لك ان ثاني اكسيد الكربون بتيجي من حاجتين: يا اما كربونات CO2 CO3 نيجاتيف 2، او البيكربونات HCO3 نيجاتيف كام 1. انا لما بيجي لي سؤال واحس نفسي مش عارف هل السؤال ده انا هعرف احله ولا لا، حلل طريقه السؤال او طريقه التفكير. هو هنا ادانا هند ان هو بيتكون رسب ابيض، ماشي، يعني ماده صلبه. حلو. وعند اضافه قطرات من حمض النيتريك المخفف لسه قايلين ان في 6 انيونات 4 متوسط الثبات و2 قويين الثبات بيكشفوا عن ال6 انيونات ضعيفه الثبات لو هما في الحاله المخففه. زي مين؟ زي النيتريك. قال لنا الى الرسب الابيض بتاعنا ده حصل فوران. مفيش حاجه بتحصل لنا فوران في المجموعات التحليليه الأولى أو حمض الهيدروكلوريك المخفف أو النيتريك المخفف إلا الكربونات والبيكربونات. ليه؟ لأنه بيطلع لنا غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب الإجابة بتاعتنا تابع كلوريد الخرسين لا، يوديد لا، كبريتات الألمنيوم لا. وهقول لك ليه. أول حاجة حمض النيتريك المخفف مش هيكشف عن الكلوريد واليوديد لأنهم نفس المجموعة بتاعته المتوسطة. طب الكبريتات مش هتنفع ليه؟ لأن الكبريتات بتاعتنا هي أعلى ثبات من النيتريك ومش هيكشف عنها. يبقى كده الثلاث إجابات الأولانيين غلط. وبيأكد لنا إن الإجابة بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول صح، اللي هو كربونات الصوديوم بيطلع لنا غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيعمل فوران. طيب السؤال 29. عند إمرار غاز واحد في المحلول 2 لا يحدث تغير لون. يبقى أنا كده طالع لي غاز عديم اللون، مفيش ألوان بتتغير معاه. السي او 2 لما مررها بيقول لك اي مما يلي يعبر عن الغاز واحد والمحلول 2. السي او 2 لما مررها في الجير المضفى او ماء الجير او هيدروكسيد الكالسيوم بتتعقد. يبقى كده انا شفت لون متغير، يبقى اجابه الف مش هتنفع. الاس او 2 لما اعديها على ثاني كرامات البوتاسيوم والاتش دي الموجبه معناها ان هي محمضه بحمض الكبريتيك، اللون بتاعنا بيتحول من برتقالي الى اخضر. يبقى الإجابة بتاعتنا برضو بقى مش هتنفع. ال H2S له رائحة خانقة أو رائحة كريهة، هنعديه على كبريت أسيتات الرصاص هيتحول اللون بتاعي إلى الأسود. برضو أنا بشوف لون متغير. طيب تعالى نشوف ده كده. بيقول لك لما هيطلع معايا غاز ال NH3 على ال NaOH، خلي بالك هما الاتنين قواعد. حلو. لما مررهم هما الاتنين في بعض مش هيحصل لهم حاجة لان هما الاتنين قواعد زي بعض. اذا الاجابه بتاعتي هنا ايه؟ د. خلي بالك السؤال ده كان جاي السنه اللي فاتت في كتاب الامتحان مراجعه. السؤال 30 مهم، وخلي بالك السؤال 30
اتعاد كذا مرة في الأسئلة، أو المعادلة بتاعته اتعادت كذا مرة في الأسئلة. لما نرجع نبص على مولات الكي ام ان او 4، والسؤال ده متكرر في كتاب الامتحان ومندليف والتفوق والوافي. عدد مولات الكي ام ان او 4 اللازمة تماما مع 0.05 مول من نيتريت الصوديوم في وسط حامضي. هو هنا كده بيتكلم معانا عن التجربة التأكيدية، فركز. هنكتب المعادلة عادي خالص. المعادلة بتاعتنا كانت بتقول ايه؟ 5 NeNO3 مع 2 KMnO4 زائد 3 H2SO4 بتدينا K2SO4 زائد 2 MnSO4 زائد 3 H2O وبس. هنا بيقول لك ايه؟ الكي ام ان او 4، يبقى حدد لنا العلاقه مع الكي ام ان او 4، و5 مول من نيتريت الصوديوم. نسينا نكتب هنا ايه، زائد 5 ان ايه ان او 3 مع نيتريت الصوديوم في وسط حامضي. انا هاخد دلوقتي، هو بيتكلم عن نيتريت الصوديوم NO2 مع البرمنجانات البوتاسيوم. هنا هقول الخمسة كي ان اي 5 ان اي ان او 2 بتدينا او بتتفاعل مع 2 كي ام ان او 4، اللي 5 مول بيتفاعلوا مع 2 مول. طيب، عدد مولات برمنجانات البوتاسيوم اللازمة للتفاعل مع 0.05 طرفين في وسطين، هتبقى الاكس بتاعتنا بتساوي 2 في 5 من 100 على 5 مول. الإجابة بتاعتنا هتطلع كام؟ هتطلع 2 من 100 مول. خلي بالك هنا بتعتبر أو بتسأل عن وزن المعادلات، وبتسأل عن حتة رياضة مش كيمياء. أي مما يلي يستخدم في التمييز بين غازين ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد الكربون. خلي بالك أي حاجة من المواد المؤكسدة هتأثر في ثاني أكسيد الكبريت، لكن مش هتأثر مع ثاني أكسيد الكربون. خلي بالك لما بيجي لي حاجة بتستخدم للتمييز بين حاجتين، يبقى أنا محتاجة إن هي تغير لون مادة أو تعمل لنا راسب مع واحدة وما تأثرش في التانية، أو تدينا أكشن مع الاتنين، أو تدينا نتيجة مع الاتنين، بس كل حاجة فيهم مختلفة عن التانية. تمام. محلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، أكيد إحنا لسه حلينها كذا مرة. ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك هيزول لونها ويتحول من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر. مع مين؟ مع ثاني أكسيد الكبريت. طب ومع ثاني أكسيد الكربون مش هيحصل لها حاجة. طيب محلول هيدروكسيد الصوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم هما الاثنين أكاسيد حامضية، فهيتفاعلوا معاه وبيكون لنا ملح ومية وعادي. محلول كربونات الصوديوم مش هيعمل حاجة في الاتنين. ورقة عباد الشمس الزرقاء هما الاتنين أكاسيد حامضية، فهما الاتنين هيحمروا ورقة عباد الشمس. فأنا محتاجة تأثر في حاجة وما تأثرش في التانية، فالإجابة بتاعتنا هتبقى 32. السؤال ده بيعيد نفسه كذا مرة. ماذا يحدث عند إضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم محمض بحمض كبريتيك إلى نيتريت الصوديوم؟ اللون هيزول. حلو. برمنجانات البوتاسيوم بتاعتنا هيحصل لها اختزال. طب والنيتريت هيحصل لها أكسدة. إذا كنا إحنا بنقول إن برمنجانات البوتاسيوم هي نفسها مادة مؤكسدة، يعني هيحصل لها اختزال. طيب بتأكسد مين؟ بتأكسد النيتريت وتحوله إلى نترات. يبقى النترات بتاعنا هيحصل له
النيتريت هيحصل له اكسده ويتحول لنترات. برمنجانات البوتاسيوم بتاعتنا هتبقى هي الماده المؤكسده، يبقى هيحصل لها اختزال. يبقى هنا يتأكسد أي نيتريت الصوديوم فقط؟ لا، كل عملية أكسدة لازم تتبعها عملية اختزال لمادة موجودة معاها في نفس الإناء. تختزل برمنجانات البوتاسيوم؟ لا، واحدة بيحصل لها أكسدة والتانية بيحصل لها اختزال. يتأكسد أيون الصوديوم، خلي بالك العناصر بتاعت مجموعة 1A هي عدد التأكسد بتاعها ثابت موجب واحد، مش بتتأثر. دخلت أو طلعت التفاعل هي ما عندهاش غير حالة تأكسد واحدة بس، اللي هي من الفلزات الممثلة. إذا الإجابة ج غلط بناء على أول شق فيها. طيب تعالى بص بقى على يتأكسد أيون النيتريت. أيوه، لأنه هيتحول من نيتريت NO2، هيتحول إلى نترات NO3. ويختزل أيونات المنجنيز أكيد لأن هو عامل مؤكسد، هي بيحصل لها اختزال. يبقى الإجابة بتاعتنا د. عند تسخين 33 دي من الأسئلة اللي عجبتني جدا، لأن هي برضو ضمت الباب الأول مع الباب الثاني، فركز فيها. عند تسخين الملح إكس بشدة يتكون مركبين من مركبات الكبريت، وعند إضافة برمنجانات البوتاسيوم محمض بحمض الكبريتيك إلى الملح واي يتكون ملحين من أملاح الكبريت. قال لك مركبين مركبات الكبريت وملحين من أملاح الإيه؟ الكبريت. طيب مبدئيا كده أنا خدت في الباب الأولاني من ضمن الإجابات اللي احنا هنستبعدها يعني ال FeSO4 لما بسخنها تسخين شديد بتتحول إلى Fe2O3 زائد SO2 زائد SO3. يبقى كده المركب X بتاعتي هو هيبقى مين؟ FeSO4. طب ليه مش هينفع ال CuSO4؟ احنا ما أخدناش معادلة فيها CuSO4 بتسخن تسخين شديد، لكن احنا خدنا او موجودة في ضمن المنهج بتاعي ال FeSO4. يبقى الإجابة باء وجيم غلط، أنا كده بشتغل بالاستبعاد. طيب وعند إضافة برمنجانات البوتاسيوم محمض بالحمض الكبريتيك إلى الملح واي يتكون ملحين من أملاح الكبريت. أنا لسه قايلين من شوية إن برضو في المعادلة رقم 32 أو في السؤال رقم 32 وقبلهم من الأسئلة بتاعتنا، إن بدل قال لنا برمنجانات البوتاسيوم يبقى عايز يتكلم عن محلول، يبقى هو كده بيتكلم عن النيتريت NO2 نيجاتيف 1. فالإجابة ألف مش نافعة. ليه؟ لأن هو هنا في ألف قال لنا إن الملح واي بتاعنا ده NO3، وهو ما بيكشفش برمنجانات البوتاسيوم على NO3. أنا بكشف عنها بدال لأن معانا NaNO2، وده هيبقى عنده قابلية إن هو يؤكسد ويتحول إلى NO3. يبقى الإجابة بتاعتنا هنا هتبقى د. فالسؤال 33 من الأسئلة برضو اللذيذة اللي بتضم أو بتشمل على البابين مع بعض. 34 34 من الأسئلة برضو الحلوة، بس بتعتبر مش إيه، مش صعبة. هنا بيقول لك إيه؟ الأنيون إكس زائد اتش سي ال أكوس. يبقى كده تجربة أساسية. غاز له رائحة كريهة، ما عندناش غازات لها رائحة كريهة غير ال H2S، له رائحة البيض الفاسد. حلو، يبقى انا الانيون بتاعي ده اكيد هيبقى فيه اس. طيب انزل تحت بيقول لك هناخد ال H2S دي ونمررها على اسيتات الرصاص بتاعنا هيدينا مادة سوداء. يبقى هو كده بيأكد لنا ان فعلا الانيون بتاعنا هو مين؟ هو الكبريتيد. خلي بالك في ملحوظة لازم تاخد بالك منها، كل الكبريتيدات او كل املاح الكبريتيدات والرواسب بتاعته بتكون اسود. كل الكبريتات ابيض، كل الكبريتيدات اسود. يبقى انا محتاجه هنا ان يكون معايا الاكس اس والواي بتاعنا او الغاز بتاعنا هو H2S. فالاجابه الف مش هتنفع، ولا باء ولا ايه ولا د. فالاجابه بتاعتنا في 34 هتكون ج. طيب نكمل.
حلو السؤال ده. 35 من الأسئلة برضو إيه اللي فيها فكرة إلى حد ما، أو ما شفتهاش أنا السؤال ده في الكتب الخارجية. بيقول لك المركب إكس، المركب إكس يذوب 1 مول منه مكون 3 أيونات. يبقى احنا بندوب 1 مول منه في المية، فبيدينا 3 أيونات، ويتفاعل مع كربونات الأمونيوم بيدينا غاز حامضي. كربونات الأمونيوم دي يعني اللي هي NH4 باي 2 CO3. تعال نشوف كل واحد فيهم على حد. انا لما اجي اخد هيدروكسيد كالسيوم CaOH باي 2، ست دي لما تدوب في الميه هتدينا فعلا 3 ايونات، هنتفكك الى Ca بوزيتيف 2 زائد 2 OH نيجاتيف 1. يبقى دي ممكن تمشي. طيب تعال نشوف التانية. لما تيجي تتفاعل مع كربونات الأمونيوم هيدينا غاز حامضي. أول حاجة كربونات الأمونيوم دي لما تيجي تتفاعل معاها هتدينا CaCO3 زائد NH4OH، وده محلول قلوي. المحلول القلوي بتاعنا مش غاز حميدي هيدينا، حتى لما يجي يتفكك هيدروكسيد الأمونيوم هتتفكك إلى NH3، و NH3 برضو مادة حامضية. يبقى الإجابة ألف مش نافعة. طيب تعال نشوف النيتريك HNO3. لما يجي يدوب في المية أو يتفكك في المية هيدينا H بوزيتيف زائد NO3 نيجاتيف 1. يبقى هنا بيدينا 2 مول من الأيونات مش 3، يبقى ده مش نافع. هيدروكسيد الصوديوم NeOH فكها في المية هتتحول إلى Na بوزيتيف زائد OH نيجاتيف، فكده هو بيدينا 2 مول من الأيونات، برضو دي مش نافعة. حمض الكبريتيك لما تيجي تبص عليها هيدينا H2SO4، دوبها في المية هتدينا 2H بوزيتيف 1 زائد SO4 نيجاتيف 2. كده بيدينا 3 مولات من الأيونات. طيب لما نفعله مع كربونات الأمونيوم هيدينا إيه؟ هيدينا NH4 باي 2 SO4 زائد H2CO3 اللي هو حمض الكربونيك اللي بيتفكك إلى H2O زائد CO2. يبقى الإجابة بتاعتنا في السؤال 35 هتبقى د. يحدث تعكر، يعني المية بتاعتنا بتتلخبط عند إضافة محلول كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4، محلول الأمونيا هو NH3 زائد كلوريد الصوديوم NaCl، هيدينا تعكر، هيدينا Na بس زائد محلول الأمونيا هيدروكسيد الأمونيوم اللي هو NH4OH، هتدينا، اللهم صل على سيدنا محمد، NH4 H4Cl زائد NaOH. NaOH في الحالة دي هما الاتنين هيدونا محاليل مائية، محلول فمش هيبقى فيه تعكر، فالإجابة دي غلط. طيب هنا بيقول لك السي يو، كبريتات النحاس الثنائية CuSO4 زائد كلوريد المغنيسيوم MgCl2 هتدينا CuCl2 زائد MgSO4، والاتنين هيبقوا محاليل مائية فبرضه مش نافعة. تعالى نشوف النترات مع كربونات الأمونيوم. نترات الخرسين ZnNO3 باي 2 زائد NH4 باي 2 CO3 هتدينا، أيوة، ZnCO3، وده هيكون مادة صلبة يعني هيترسب معايا
زائد ايه؟ زائد ان ايه اتش 4 ان او 3، وده هتبقى اكوس. اللي هيحصل تعكر معايا او ترسيب معايا هتبقى نتيجة تفاعل او تكون كربونات الخرسين. هيدروكسيد الصوديوم مع محلول يوديد البوتاسيوم، صوديوم وبوتاسيوم، الخليط ده هتبقى كل المواد بتاعته بتبقى اكوس، لان اغلب املاح الصوديوم والبوتاسيوم او كل املاح الصوديوم والبوتاسيوم بتبقى املاح زائبه. فالاجابه بتاعتنا في السؤال 36 هتكون دي. نركز على السؤال 37. بسم الله. 37 بيقول لك ايه؟ ماده صلبه، ماده صلبه سخنتها. مفيش حاجة هنسخنها في المجموعة الأولانية غير أملاح البيكربونات اللي هي HCO3. لما هنسخنها هتدينا الملح الصلب، يبقى البيكربونات هيتحول لكربونات اللي هي CO3 نيجاتيف 2. لما هنحط عليها HCl هيطلع لنا غاز ثاني أكسيد الكربون. حلو. زائد ال H2O طبعا، زائد CO2. السي او 2 لما نمررها على ميه الجير الرائق لفتره قصيره هتدينا سي اي سي او 3. طيب عايزين بقى الاجابات بتاعتنا. بسم الله. هنا بقى بيقول ايه؟ اول حاجه الماده ايه؟ كربونات؟ لا. بيكربونات؟ اه. بيكربونات؟ اه. بيكربونات تمام. طيب التانية، البيكربونات هتتحول الى اكسيد؟ لا. يبقى الاجابه بقى غلط. عندنا هتتحول جيم الى كربونات، المادة بي. تمام. الغاز هيكون CO2، والمادة الصلبة بعد فترة قصيرة هتدينا CaCO3. فالإجابة بتاعتنا هتبقى ج صح. طب تعالى نكمل. هتدينا كربونات، هتدينا ثاني أكسيد الكربون، هتدينا بيكربونات الكالسيوم؟ لا، الإجابة غلط. يبقى ده الإجابة غلط. ليه؟ عشان دي هتتكون كربونات الكالسيوم مش بيكربونات الكالسيوم. طيب سؤال 38. عينة من مادة متبلرة. قال لك مادة متبلرة دي يعني فيها مية، يبقى فيها بلورات مية، يبقى كده معايا H2O. لونها أخضر فاتح، يبقى أكيد فيها حديد، وفيها حديد ثنائي كمان. حلو. ينتج عن تسخينها بشدة مادة حمراء صلبة، يبقى هو كده بيأكد لنا المعلومة. يبقى الحديد الثنائي بتاعنا بيتحول إلى مادة صلبة حمراء اللون، يبقى كده معايا Fe2O3 أكيد يعني. حمراء اللون. وغاز عديم اللون يخدر ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك، ده SO2. حلو. تعالوا نشوف. هنا بيقول لك ألف الثلاثي لا. ليه؟ مش هتنفع. أول حاجة لأن هو مش ضايف لنا عدد مولات المية هنا، وهو بيقول لنا هنا إيه؟ إن. طب برضو هنسيبها ونخش على اللي بعديها. بيقول لك FeO. هو احنا لما بنسخن الحديد الثلاثي اللي هو اف اي، الكاتيون الثلاثي، بنرجع نحوله الى اف اي بوزيتيف 2؟ اكيد لا. تعالى بص على اللي تحتيها اف اي اس او 4 دوت 7 اتش 2 او. كده كده ماده متبلره، او كده عينه واضحه معانا متبلره. وهنا الحديد بتاعنا ثنائي، لما تسخن ادانا حديد ثلاثي اللي هو ده، اللي هو الهيماتايت، وادانا غاز اس او 2. فالاجابه بتاعتنا ب. طب تعالوا نكمل. برضو مش نافعه. ليه؟ لان الغاز بتاعنا هنا اس او 3، والاس او 3 احنا ما خدناش حاجه عليها. اللي بيخدر ورقه مبلله في ثاني كرومات البوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك هو اس او 2. انزل تحت. الاف اي اس او 4 ده بوزيتيف 2 لما بنسخنه تسخين شديد. الاف اي اس او 4 لما بتسخن تسخين شديد بتتحول الى اف اي 2 او 3، مش بتتحول الى اف اي او. فالاجابه بتاعتنا في ده الغلط. والسي برضو اللي هو الغاز بتاعنا هيبقى اس او 3، فالاجابه بتاعتنا في ده الغلط.
ما الإجابة بتاعتنا تبقى الصح إيه؟ باء. أي الأنيونات التالية تكون مادة سوداء؟ ما عنديش حاجة سودة في المجموعات بتاعتي أو الرواسب بتاعتي، أغلبها غير الكبريتيد. نيجاتيف 2. لا تذوب مع الماء مع كاتيون إكس. إكس ده بقى ينتهي تركيبه الإلكتروني في 4 دي 10. باشا كده ربط لك الباب الأولاني بالباب التاني برضو. من الفور دي 10 دي خلي بالك عدد التأكسد بتاعها موجب واحد، يبقى هو كده بيتكلم معاك عن مجموعة 1 بي. المجموعة 1 بي كانت نحاس سي يو، وفضة اي جي، فضة اي جي، وذهب اي يو. وبدل قال لك في الفور دي، يبقى هو كده بيتكلم عن الفضة. طيب الفضة بتاعتنا كونت راسب اسود مع مين؟ مع الكبريتيد. كل الكبريتيدات اسود، كل الكبريتات ابيض. طيب نخش على سؤال 40. بسم الله. السؤال 40 بيقول لك ايه؟ يتكون محلولي لملحين مختلفين من الصوديوم. السؤال 40 ده من الأسئلة الحلوة قوي ومهم جدا. ركز كده. يتكون محلولي لملحين مختلفين للصوديوم عند تفاعل المادة Na2X مع A. أول حاجة لما بنفعل ال Na2X ده، فرض الأيون بتاعنا مع الكربونات. لا، هو حضرتك لو احنا هيبقى فرضا ان هو كربونات مع كربونات مش هيشتغل اصلا. طيب ال AgNO3، على فرض ان انا معايا ال AgNO3 وهفعلها مثلا مع الاس او الاس او 3، الكبريتيت والكبريتيد، هيديني راسب مش محاليل. هيديني مع الاس راسب اسود، ومع حالة الكبريتيد راسب ابيض اسود بالتسخين، فالنترات الفضة مش نافعة. السؤال ده حلو، ركز. انما لما يجي يتفاعل في التجربة التأكيدية للسايوكبريتات، اللي هو Na2S2O3، حضرتك هتشتغل على 2 مول منه مع محلول اليود البني، هيدينا NaI، وده محلول، ده أكوس، مع رباعي ثيونات الصوديوم اللي هو Na2S4O6، وده برضو أكوس. يبقى أنا لما بفاعل محلولي لملحين مختلفين للصوديوم، بيتكون لما بيتكون معايا محلولي لملحين مختلفين للصوديوم عند تفاعل المادة دي، اللي هي NaI، اللي هي يوديد الصوديوم ورباعي ثيونات الصوديوم، والاتنين محاليل. نركز في المعلومة دي، والسؤال ده من الأسئلة المهمة جدا والحلوة في نفس الوقت. 41. المادة التي يلزم إضافتها إلى محلول يحتوي على الام جي لفصلها لراسب أبيض راسب على البارد. أولا أنا ما استخدمتش المغنيسيوم غير في كبريتات المغنيسيوم، واديتنا راسب أبيض على البارد في حالة الكربونات. يبقى البيكربونات محتاجة سخن. في حالة الكبريتات ما اتكلمتش عليها، وما اتكلمتش على النترات. اتكلمت على مين؟ كبريتات المغنيسيوم لما فعلتها مع كربونات الصوديوم ادتنا راسب ابيض على البارد من كربونات المغنيسيوم MgCO3. طيب نركز بقى في السؤال اللي جاي برضو من الأسئلة المهمة والحلوة. 42 بيقول لك ايه؟ أي من الأزواج التالية يكون كل منهما على حدة نفس الغاز عند معالجته بحمض مناسب. يعني أنا لو جبت مثلا الاتنين أنيون دولت هيدونا نفس النوع من الغازات. طيب لو جينا بصينا على البيكربونات والكربونات، هما الاثنين بيدونا غاز ثاني اكسيد الكربون. اذا الاجابه مع الكربونات والبيكربونات صح. طيب الكبريتيت والسايوكبريتات الاثنين لما بنفعلهم مع حمض الهيدروكلوريك فرضا، او اي حمض مخفف اعلى منهم ثبات، هيدينا SO2. فالاجابه بتاعتنا الف. يبقى السؤال 42 سؤال حلو، وهتبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ ألف. ركز بقى في السؤال اللي جاي.
بيقول لك ده آخر سؤال في الأسئلة بتاعة مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف. بيقول لك خليط اكس يعني مادتين او ثلاثة مع بعض، ضفنا عليهم وفرة من البي اي سي ال 2، تكون راسب وتكون محلول. المحلول سخنته راح مديني راسب. مفيش حاجة عندي في الباب الاولاني سخنتها وادتني راسب، يعني هي كانت محلول وادتني راسب غير البيكربونات. يبقى الخليط ده اكيد فيه البيكربونات HCO3 نيجاتيف ايه 1. طيب وش مع المادة دي راحت مديانا راسب، يبقى اكيد ده كربونات CO3 نيجاتيف 2. طيب يا مس احنا ما اخدناش كلوريد الباريوم ان هو ممكن يكون لي راسب. طيب عندك معلومة، الباريوم او المغنيسيوم بيدونا نفس الاكشن او بيدونا نفس الحاجة مع الكربونات والبيكربونات. طب انا لو جيت ضفت ال NaHCO3 هتدينا هنا ايه؟ هتدينا BaHCO3 اللي بنسخنها تسخين شديد فبترجع تدينا BaCO3 اللي هي الكربونات. طب لو انا معايا كربونات على طول اللي هي Na2CO3 هتدينا BaCO3 دايركت. ودي بتعتبر من التجارب التأكيدية اللي مش موجودة معاكم في كتاب المدرسة، بس تعالوا نشيل او نتكلم بطريقة الاستبعاد. ال NO3 وال CO3 لو جينا بصينا عليهم هنلاقيهم ان هي ايه، ممكن تكون مع ال CO3 لكن مع النترات هتكون لنا محلول، والمحلول ده لما تيجي تسخنه برضه مش هيديك حاجة. طيب البيكربونات والكربونات فأكيد هي دي الإجابة اللي احنا بندور عليها. SO3 ما اتكلمناش على حاجة بنسخنها في حالة الكبريتيت غير لما بنفعله مع نترات الفضة، فبيدينا هو كراسب أبيض وبيسود بالتسخين، يعني بيدينا راسبين بس واحد بعد التسخين واحد قبل. الكلورايد مع كلورايد يعني هنا السي ال 2 هيتفاعل مع السي ال، يعني مش معقولة. فالإجابة بتاعتنا برضو ده اللي مش هتنفع. فالإجابة بتاعتنا في السؤال رقم 43 هي باء. طيب هنقف لحد هنا في الأسئلة ونكمل مع بعض أنيونات حمض الكبريتيك المركز الساخن والكلورايد، أملاح محلول الكلورايد إن شاء الله كل واحدة أو كل مجموعة في فيديو لوحدها. نشوفكم على خير. ما تنسوش لو الفيديوهات بتعجبكم اعملوا اشتراك في القناة وسبسكرايب. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.